السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو هذا اللي غنناقشوا فيه التشكيله المنتخب ديال المنتخب الوطني المغربي امام جزر القمر غدا ان شاء الله بكاس العالم بقطر. فالمنتخب الوطني المغربي غادي يدخل لغمار منافسه كاس العرب عبر لقاء منتخب جزر القمر، هذا المنتخب الافريقي، ولكن فهو اللهجه ديالو عربيه او اللغه ديالو فهي عربيه. لذلك جزر القمر غادي يكون غدا هو الخصم ديال المنتخب الوطني المغربي في اول لقاء. هذا اللقاء اللي غادي يتجرى على الساعه الواحده في زوال يوم غد ان شاء الله الثلاثاء بالطبع. المنتخب الوطني المغربي في الاكيد القليل اللي كيعرف التشكيله اللي غادي يقدر يلعب بها طارق السكيتيوي. علاش؟ لان طارق السكيتيوي ما كانش كيلعب لقاءات وديه من قولات التلفزيون، فلذلك كنحاولوا اننا كصحفيين وكاعلاميين اننا نبحثوا على المعلومه وكنشوفوا التشكيله اللي لعب بها في اللقاءات. فهو لعب تشكيله مغايره في جوج ديال اللقاءات، ولكن تنظن بانه ملامح التشكيله الرسميه اللي غادي يدخل بها غدا ان شاء الله نقدروا اننا نصيبوا فيها بواحد النسبه ديال 80% الا ما قلناش اقل، لان طارق السكيتيوي كيف ما قلنا ما عطاناش الفرصه باننا نشوفوا هذا المنتخب هذا عن قرب. لذلك ففي حراسه المرمى كنظن بانه كنشوف بان طارق شهاب يقدر انه هو اللي يكون هو الرسمي، رغم ان الحارس بن عبيد كذلك فهو كان قدم مستوى جيد مع فريق الوداد الرياضي، ولكن كنشوف بانه حتى طارق شهاب لعب بزاف ديال الوديات مع هذا المنتخب هذا. وكيف ما كنعرفوا طارق السكيتي عزيز عليه الاستقرار في التشكيله. نقدروا نقولوا 50% 50% اذا ما بغيناش نظلموا شي حارس فيهم. لذلك فنقدروا نقولوا 50% 50% مع واحد الافضليه شيئا ما لطارق شهاب. فالدفاع اكيد فكيف ما شفنا غادي يكون مروان الوادي مدافع الجيش الملكي، لانه كان لعب بالشان وقدم واحد المستوى جيد رفقه الشان. كذلك مع مع فريق الجيش الملكي فهو تقدم لقاءات كبيره وكيكون رسمي ديما. يقدر يكون كيف ما قلنا مروان الوادي في الارتكاز، ومعاه غادي يكون بوفتيني، سفيان بوفتيني، فهو اللي كيلعب في الدوري القطري، فتا هو تيقدم مستويات جيده. كاين اللي قال علاش انه وليد الركراكي ما اعتمدش عليه، لذلك بزاف ديال الناس كيشوفوا بان سفيان بوفتيني عنده مستوى ديال المنتخب الاول ديال وليد الركراكي. لذلك في التواجد ديالو في التشكيله الرسميه غدا امام جزر القمر رفقه الوادني فغادي يكون بنسبه كبيره. الظهير الايمن ما كنظنش بانه غادي يكون شي اختلاف على محمد بوكسود لاعب فريق الرجاء الرياضي. وفي الظهير الايسر غادي تكون تما واحد منافسه قويه ما بين حمزه مساوي ديال فريق نهضه بركان وبنتيك محمود بنتيك لاعب فريق الزمالك المصري. اذا جينا نشوفوا الان فخط المرمى وخط الدفاع فربما شفنا واحد العناصر اللي تقدر تكون بنسبه كبيره، واللي هي انا تنظن بانه غادي يقدر يكون الحارس صلاح الدين شهاب حارس المغرب فاسي. في ظهير ايمن محمد بوكسوت. في ثنائي الدفاع غادي يكون كل من مروان الوادي وكذلك سفيان بوفتيني. وفي الظهير الايسر تنظن بانه غادي يقدر يمنح الفرصه لمحمود بنتيك لاعب فريق الزمالك المصري، او كذلك حتى حمزه المساوي يقدر يلعب تما. خط وسط الميدان محمد حريمات لاعب فريق ربيع حريمات لاعب فريق الجيش الملكي، تنظن بانه المكانه ديالو رسميه وغادي يكون هو عامل فريق غدا. شكون غادي يلعب معاه؟ كاين زحزوح لاعب سابق فريق الجيش الملكي وتقدم مستويات جيده ايضا في الدوري القطري، حتى هو غادي يكون بنسبه كبيره. وغادي يكون معاهم وليد الكرتي. ان الثلاثي هذا هو اللي كيبان لي انه غادي يكون بنسبه كبيره في وسط الميدان. وفي الهجوم حمزه الهنوري غادي يكون هو راس الحربه. وفي الاجنحه كاين منير الشواعر. وشفنا الغياب ديال بن شرقي كيف ما قلنا فهو مصاب، لذلك هو ما غاديش يلعب رسميا جوج اللقاءات. واكثر من ذلك ففريق الاهلي المصري فاليوم طالب بعوده اللاعب الى القاهره من اجل التعافي ومن اجل زعما يديروا له فحص طبي ويشوفوا العلاجات ديالو الضروريه قبل اللقاءات المقبله ديالهم ديال فريق الاهلي المصري. بحال ما بغاوش يغامروا باللاعب كاس عصبه في كاس العرب رفقه المنتخب الوطني المغربي. كيف ما قلنا عندنا في الهجوم حمزه الهنوري، وعندنا في الاجنحه كيف ما قلنا غادي يكون منير الشواعر بواحد النسبه كبيره. غادي يبقى
شكون اللي غادي يلعب في جناح اخر؟ ربما كاين واحد اللاعب سميتو المهدي، ربما هو اللي غادي يكون هو اللاعب اللي غادي يكون حتى هو جناح. لذلك فتشكيله ديال فريق المنتخب الوطني المغربي غدا، كيف ما قلنا حراسه المرمى ما يكونش تما واحد ارتباك كبير. في خط وسط الدفاع شفنا الرباعي ديال الدفاع، شفنا وسط الميدان الثلاثي ديال وسط الميدان. كنظن بانه الغياب ديال اللاعب النهري لاعب فريق نهضه بركان فهو تعوض باللاعب فريق نهضه بركان الشواعر. وكذلك في الهجوم كما قلنا غيكون الهنوري، ولا بد يكون معاه لاعب اخر. كيف ما قلنا كاين لاعب المهدي، الصراحه هذا اللاعب هذا ما شفناش بزاف لانه هو كيلعب في الدوري القطري، ولكن طارق السكيتي هو اللي كنتيشوفوه الان، هو لعب لقاءات وديه في المعسكر التدريبي طارق السكيتي، ولكن حنا باقي ما تنعرفوش صراحه بزاف. كيعاودوا عليه بانه لاعب مزيان، ولكن ملي تنشوفوا شحال شي واحد راه ما تقدروش تحكموا عليه. كاين كذلك احتمال يكون لاعب وليد ازارو حتى هو في الهجوم. ثلاثي الهجوم يقدر يكون فيه الشواعر والهنوري وازارو. ثلاثي وسط الميدان حريمات الكرتي واللاعب كذلك زحزوح. رغم انه كاين خيارات اخرى في وسط الميدان كاللاعب بوغرين ديال فريق الرجاء الرياضي، رغم انه دار واحد بدايه موسم كارثيه رفقه الرجاء، الا ان اللاعب طارق السكيتيوي كيحاول انه يرجع ذاك بوغرين اللي كان معاه في الشان. كاين كذلك اللاعب ايوب خيري في وسط الميدان، حتى هو احتمال يلعب. لذلك فكنشوف بان التشكيله ديال المنتخب الوطني كيف ما قلنا نقدروا نصيبوا فيها 80%، 20% تبقى في هامش الغلط. صلاح الدين شهاب غادي يكون في حراسه، محمد بوكسوت يمينا واللاعب بنتيك يسارا. وسط الدفاع ثنائي الدفاع في الارتكاز مروان الوادي وسفيان بوفتيني. وسط الميدان حريمات زحزوح وكذلك وليد الكرتي. وفي الهجوم غادي يكون منير الشواعر كجناح، واللاعب الهنوري وكذلك اللاعب وليد ازار. كيف ما قلنا حاولنا ما امكن اننا نعطيو واحد النظره استباقيه للتشكيله، التشكيله المحتمله كيف ما تنقولوا. رغم ذلك فتبقى عندنا الشك بزاف، لان كيف ما قلنا طارق السكيتي ما خلاش لنا فرصه باننا نتعرفوا على ملامح هذا المنتخب هذا قبل كاس العالم او قبل كاس العرب بقطر، وقبل اللقاء الاول اللي غادي يكون غدا ان شاء الله امام منتخب جزر القمر على الساعه الواحده. كيف ما قلنا اللقاء الاخر غادي تلعب ما بين السعوديه وعمان. كنتمناو ان المنتخب الوطني يفوز بهذا اللقاء هذا نتيجه واداء، يضمن 3 نقاط ويتصدر المجموعه، ولما لا الفوز ب3 لقاءات. غدا ان شاء الله غادي نشوفوا اللقاء، ومن بعده مباشره غادي نديروا التحليل كيف ما درنا التحليل ديال اللقاءات اليوم اللي تلعبات في اليوم الاول. غدا اليوم الثاني انتظرونا ان شاء الله غادي نديروا تغطيه كامله وشامله، نحاولوا ما امكن اننا نقربوكم من معطيات كاس العرب، وخصوصا بالمنتخب الوطني المغربي بقياده الناخب الوطني طارق السكيتيوي.